ستي ما تخلينيش اقوم من على الاكل بقى بالله عليك. انت بتزاوليني ليه؟ مش بزاولك. انا مش هاكل البتاعه دي. طب وبعدين يعني؟ انت مش هتقعدي ساكته يعني ولا تقومي تروحي؟ هروح فين؟ تروحي بيتكو. هت... هتطلقني؟ شوفي بقى انت عايزه يشيل الطبق ده. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، النهارده فكره فيديو جديده جدا انا ما عملتهاش في حياتي قبل كده. بصراحه قلقانه جدا، مش متوقعه النتائج هتبقى ايه، لان النهارده هعمل مقلب في جوزي. من كام يوم كده كنا بنتكلم، عارفين كده الهيصه بتاعت رجول الفراخ. من كام يوم، من اسبوع كده تقريبا. وقالوا لك بقى رجول الفراخ مفيده ومن الغلا، واعملوا رجول فراخ واطبخوا رجول فراخ. المهم ايه، كنا قاعدين نتكلم فقلت له والله حلوه رجول الفراخ دي. انا بصراحه ماليش فيها قوي، يعني حتى لما باجي اشتري فراخ الراجل اصلا بياخدها مني، مش بيحط لي الرجول ولا الرقب. ولكن يا ماما كانت جايبه لي فرخه، فوانا جايه دلوقتي اعمل الاكل الغدا، فلقيت في رجلين وفي ايه وفي رقبه. فقلت بقى ايه، انا هعمل مقلب فيه النهارده واشوف رد فعله عليا هيبقى ايه. لان هو واحنا بنتكلم قال لي والله ما يحصل، انا بقرف منها جدا، ده انا لو هموت من الاكل. تمام. فقلت ايه، اعمل فيه بقى مقلب واشوف رد فعله النهارده هيبقى ايه. انا عامله النهارده كبسه، ورحت جايه حطاهم بصراحه في قلب الكبسه، نضفتهم كده الرقبه والرجلين وعملتهم في قلب الكبسه. اوكي. ولكن انا عامله برضو فراخ، يعني عامله فراخ، بس انا هعين الفراخ كده على جنب وهحط له بس الرجول، ونشوف كده هيبقى رد فعله ايه. متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب في القناه عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديده. انا بصراحه يا جماعه متحمسه جدا، عايزه اشوف رد فعله هيبقى ايه. يلا اعملوا لايك كتير بقى عشان خاطر نشوف. لو عجبكم الفيديو ممكن ابقى اعمل فيه مقالب كتير بعد كده. بصوا بقى، كمان عايزه اقول لكم بعمل سلطه بنجر عشان خاطر ابقى مداريه الجريمه كده، لان هو بيحب سلطه البنجر جدا، بيعشقها، من السلطات او اكتر سلطه هو بيحب. ومعانا ايه الكبسه، الرجول اهي يا جماعه، الرجول والرقبه تحت. بصوا دي الوراك اهي، حطاها كده، هخبيها في فرن البوتاجاز عشان خاطر ما يشوفهاش. هحطها كده في فرن البوتاجاز لحد ما اغرف ونشوف هيقولي ايه. هنا بقى كنت محضرة الصوص بتاع البنجر. سلطة البنجر دي يا جماعة من السلطات المفيدة جدا، سيبك من الطعم او اي شيء، بجد البنجر احنا عارفين ان هو فيه حديد كتير جدا ومفيد قد ايه. انا سلقت البنجر بس وفص توم واحد، رحت جاية بقى حاطة فص توم، شوية كده من البقدونس والشبت، شوية كده صغيرة، رشة صغيرة من الملح. كتروا سكر يا جماعة، انا حتى حاطة في البنجر وهو بيتسلق سكر، وطبعا معلقة خل ومعلقة ليمون. وخلاص على كده، مش حاطه لها اي حاجه تانية، دي سلطه المحلات. وبعدين بقى بروح جايه مقشره البنجر، طبعا بعد ما بيتسلق بيتقشر معايا بسهوله جدا، ونروح جايين مقطعينه مكعبات زي ما انتم شايفينه كده. ورحت جايه بقى حاطه عليه الصوص ده، وهاخد كمان شويه من الميه اللي انا سلقت فيها البنجر، هروح جايه حطاها على البنجر نفسه زي ما انتم شايفين معايا كده بالظبط وهو سخن. حطوا التتبيله عليه والصوص ده وهو سخن عشان خاطر يشرب منه. بصوا بقى طعمته، بصوا جماله، ورشه بقى كده من البقدونس والشبت. غطوا عليه، طبعا انا نسيت ان انا احط له زيت. هروح بس الحق اشيل البقعه دي قبل ما تبقع لي الرخامه، نحاول بسرعه جدا نشيلها. انتوا عارفين بقعه البنجر بتبقى وحشه قوي. هنا بقى هو رحت جايه فاتحه عليه بعد بقى ما هدي شويه، وهروح جايه نازله عليه بمعلقه كده حلوه من الزيت، ويستحسن يعني يكون زيت زيتون. وكمان بقى بدوقه كده حسيته عايز شويه سكر كمان، هروح جايه مزوده له شويه سكر، وهروح جايه حاطاه في العلبه في التلاجة، هناخد بقى منه على قد احتياجاتنا، والباقي هروح جايه حطاه في التلاجة. اعتمدوا سلطة البنجر دي، السلطة دي سهلة جدا ولذيذة قوي قوي، وكمان مفيدة جدا وصحية زي ما انتم شايفين، ما فيهاش اي حاجة خالص. والبنجر كمان مفيد جدا، قد عارفين البنجر فوائده قد ايه. هاخد بقى كده شوية بالمعلقة زي ما انتم شايفين، وشوية كده من الصوص، وكمان شوية اللي انا خدتهم دول هروح جاية رشة عليهم كده، رشة من السكر. السكر هيسيح برده كده عليه وهيديله الطعم المسكر، اللي احنا لما بنروح المطاعم كده بنقول السلطة دي غريبة مميزة فيها حاجة. يا جماعة بجد بيبقى من السكر. متحمسة جدا لردة فعله. المهم بقى ايه، عملت سلطة البنجر وضبطها خلاص. عايزة اقول لكم هو السلطة دي من
احسن السلطات اللي بيحبها. يعني اكتر سلطه هو بيحبها جدا. فانا رحت جايه موضباها بقى، قلت بقى ايه اغريه بقى بسلطه البنجر عشان خاطر ما يتكلمش معايا، هو جايبها من شهر البنجر، وانا بصراحه ما كانش ليا مزاج اعمله خالص فعملته النهارده. فقلت اعمله بقى جنبه الحاجه اللي انا عملتها دي، على اساس ان انا ايه قال يعني بقى عملت لك حاجه انت بتحبها وهو ما تتكلمش بقى معانا. هنشوف ردة الفعل بتاعته ايه، بس كملوا معايا الفيديو للاخر يا رب ما تطلقش. يلا بينا بقى، غرفت الاكل وهروح بقى نحطه كده بره. بصوا يا جماعه والله العظيم، يعني انا اكلتها اليوم ده، يعني مفيهاش حاجه، عادي عادي، مش كل يوم يعني. وبعدين ما تعملوهاش لوحدها، يعني مصمصه كده جنب اي اكل. ويلا بقى بينا نشوف هيعمل معانا ايه. عامله لك اكله حلوه انت بتحبها النهارده، عامله لك بقى سلطه البنجر اللي انت بتحبها. اه حلو البنجر. طب وده؟ تاني موضوع رجول الفراخ ده، انا مش قلت البتاعه دي ما تخشش البيت؟ ما انا ما لقيتش فراخ في يا جماعه الفريزر. بلاش تهريج بقى، سيبكوا بقى من كلام التلفزيونات بقى والقرف. ما لقيتش رجول، فراخ. مش هاكل. مش هتاكل ليه؟ مش هتاكل. ايه رجول فراخ ايه يا جماعه؟ بتاع ايه ده؟ اكل كلاب يا جماعه. اكل كلاب؟ حرام تقول كده، لا في حول ولا ايه؟ قوه الا بالله، انا ما انا بحبش انا البتاعه دي. انا ما لقيتش فراخ في التلاجة. انا طيب كنت هو المنظر ده كنت مش فاكره في بحبه. فراخ، انا كنت لقيت في رجلين، انا خدت طب لو الفراخ. سمحتي شيليها بقى، انا اشيلها مش ازاي؟ باكل انا البتاعه دي. عايزه تاكليها كليها انت. يعني ايه عايزه تاكليها؟ كليها انا انت مش ايه؟ هاكلها. امال هتاكل ايه؟ ما هاكل بتاع الكبسه هتاكل دي. رز حاف كده؟ اه بس يا ابني كده. قالوا مفيده يا ابني. طب يا خلاص ستي لا بلاش قالوا الرجول، ايه، انا في ما رقبه، استنى هجيب لك لا الرقبه. حول ولا قوه الا بصي بالله. في رقبه اهي. مش والله دي هاكل انا. يا ابني، اسمع بس، ايه اللي مش هتاكل؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ما بحبش الحاجات دي. يعني ايه ما بتحبش الحاجات دي؟ مش عارف ليه مش عاوز؟ كده. على فكره حرام عليك، انت اصلا من النوع اللي بتحب اي حاجه وما بتتريقش على اي حاجه وبتاكل اي حاجه وبتقول نعمه ربنا. ما بمشيش انا ورا الهبل بتاع النت ده. النت ايه يا ابني؟ حلوه مفيده. انا بقول لك بقى مش هيعلموني هما بعد السن ده، مش همشي ورا الكلام الهبل ده. كلام هبل. طب دوقها بس. مش هيقع ده. حول ولا قوه الا بالله. طب خد الرقبه. ولا الرقبه. ولا الرقبه؟ خد بس كلي. ستي ما تخلينيش اقوم من على الاكل بقى بالله عليك. انتي بتزاوليني ليه؟ مش بزاولك. انا مش هاكل البتاعه دي. طب وبعدين يعني؟ انتي مش هتقعدي ساكته يعني ولا تقومي تروحي؟ هروح فين؟ تروحي بيتكو. هت... هتطلقني شوفي بقى انتي عايزه يشيلي الطبق ده. عشان رجول فراخ؟ ما تقلبش وشك طيب كده، كل رز وانت حر بقى. بصوا بقى يا جماعه، انا قفلت خالص الفيديو عشان خاطر كان هيضربني، فقلت اما اقوم كده اجيب الفراخ من سوكيت. زي ما انتوا شفتوا بقى، كان رد فعله كان صعب قوي. انا قفلت عشان خاطر ايه ما تضحكوش عليا. اتفضل فراخ ايه. شكرا. العفو. بس شيلي بقى البتاعه دي. بتاعت ايه؟ وانتي حطاها. لا، ما انا هاكلها، انا بحبها. طيب كليها. انا باكلها في السنه مره، ايه المشكله يعني؟ هتعود عليها. مبروك. الله يبارك فيك.